يا مساء الفل. النهارده هنعمل نوتيلا بالكوكيز. قلت افكركم كده بالنوتيلا، انا منزله الفيديو بتاعها قبل كده بس نفتكرها مع بعض. حطيت كوبايه سكر، بعد كده هحط كوبايه لبن. المقدار بتاعي واحد، الكوبايه اللي تعايروا بيها السكر هي اللي تعايروا بيها اللبن. حطيت اللبن، كل ده في الخلاط، مش هتاخد منك بالظبط 5 دقايق. بعد كده حطيت 4 معالق كاكاو. عايزة تحطي 3 حطي، عايزة تحطي 4 حطي. طبعا الكاكاو يبقى خام ويبقى نوع الكاكاو كويس، لان هو ده اللي هيديكي الطعم بتاع الشوكولاتة. انا حطيت دلوقتي حوالي 3 او 4 معالق، مش فاكرة بالظبط المقدار. بعد كده حطيت كيس فانيليا. بعد كده كوني مجهزة جنبك كوباية زيت. هنضرب المكونات ديت. بعد كده بعد ما نضربها نكون متأكدين ان هي اتخلطت كويس واتضربت كويس. هننزل بسرسوب زيت، يعني تفتحي الخلاط كده من فوق وتنزلي بقى بسرسوب زيت يكون هادي خالص، علشان ما يحصلش تكتلات معاكي، ويبقى القوام بتاعك كريمي وحلو زي ما انتوا هتشوفوه دلوقتي. سرسوب الزيت انا منزلاه اهو. تقدروا ترجعوا برضو للفيديو الاصلي وتشوفوا المكونات بالظبط، هتلاقيني كاتباها وكاتبالكوا الطريقه بالظبط. هي ما اختلفتش عن الطريقه دي كتير، يعني هي الطريقه دي. نزلت بكوبايه من الزيت، ممكن كوبايه او كوبايه الا ربع. الزيت بيديني لمعه بيديني تقل ولمعه للنوتيلا بتاعتي. دلوقتي بقى انا ظبطها في برطمان، شايفين القوام كريمي ازاي؟ تنفع بقى لحشوات، تنفع نعمل بيها وصفات، تنفع في المدارس. مش قادرة اقول لكم بجد، احنا بقينا بنعملها يعني اول ما تخلص نعملها على طول. بعد كده بقى هنبدأ في عجينة الكوكيز بتاعتي اللي هعملها بالنوتيلا. طبعا كوباية نوتيلا، هو معياري واحد، وبضاية، كوباية نوتيلا كاملة وبضاية. هحط البضاية عليها، وبعد كده هحط كوباية، هحط معلقة نسكافيه. مش عايزة تحطي نسكافيه ما تحطيش. وبعد كده كوباية وربع دقيق، لغاية لما تحسي تفضلي تحطي دقيق لغاية لما تحسي ان القوام بتاعك اتلم معاكي كده وبقت عجينة. وبعد كده هنكورها، كوريها في صينية تكوني دهنها سنة زيت، كوريها كده زي ما انتي شايفة. وبعد ما نخلص بقى الكمية بتاعتنا، هي عملت لي تقريبا صينيتين صغيرين. بعد ما نخلص الكمية بتاعتنا بقى، هجيب اي حاجة واعمل فيها زي دورية كده من فوق، علشان هنحشيها كراميل. الكراميل برضو كنا عاملين الوصفة بتاعته، تقدروا ترجعوا للفيديو الاصلي بتاعه. حاولت ان انا اكورها كده على قد ما اقدر. ده طبعا الماسك بتاع الحاجات المقلية، وده كان شكلها قبل ما تخش الفرن. بتاخد تقريبا من ربع لتلت ساعة. خلوا برضو عينكوا عليها على الفرن. وحشيناها بقى كراميل، عايزة تحشيها كراميل احشيها، عايزة تحشيها صوص ابيض كنا عاملينه برضو. هستنى تعليقاتكم واللايك والسبسكرايب، وباي باي.